في فيديو النهارده هنتكلم عن أداة مهمة جدا من أدوات جوجل، وهي أداة أو منصة جوجل ميرشنت سنتر، وهي أداة أساسية جدا لأن من غيرها مش هنقدر نعمل حملات جوجل شوبينج. لو نفتكر في فيديو سابق كنا اتكلمنا قبل كده عن أنواع الحملات بتاعة جوجل، وقلنا في حملات البحث وفي حملات الفيديو وفي حملات الشوبينج. حملات الشوبينج دي مش هينفع نعملها بأي شكل غير لما نكون عاملين جوجل ميرشنت سنتر. ببساطة جوجل ميرشنت سنتر تعتبر وسيط بين المتجر الإلكتروني بتاعك ومنصة جوجل ادز، لأن أنت على جوجل ميرشنت سنتر بتقدر ببساطة أن أنت ترفع كل بيانات المنتج بتاعك زي الصور واسم المنتج والوصف والسعر. البيانات دي كلها بتترفع على جوجل ميرشنت سنتر عن طريق حاجة اسمها البرودكت فيد، ودي إن شاء الله هنشرحها في فيديو بعد كده. وبعد كده تقدر تستخدم البيانات بتاعة المنتجات دي اللي هي البرودكت فيد اللي أنت رفعتها على جوجل ميرشنت سنتر عشان تعمل حملات جوجل شوبينج وحملات برفورمانس ماكس على جوجل ادز. طيب ايه المطلوب علشان نبدا نستخدم اداه جوجل ميرشنت سنتر؟ هي اداه من ادوات جوجل، اداه مجانيه، فلو انت عندك ايميل على جيميل فانت كده تقدر تدخل على اداه جوجل ميرشنت سنتر. بعد لما بتدخل على جوجل ميرشنت سنتر بيطلب منك شويه بيانات زي البيزنس ديتيلز، يعني المتجر الالكتروني بتاعك اسمه ايه، النشاط بتاعه، انت بتشتغل في اكسسوارات، بتبيع كتب، يعني نوعيه المنتجات اللي انت بتبيعها، وبيانات تانية مختلفه هنشوفها مع بعض. الخطوه اللي بعد كده اللي انت بتعمل فيريفيكيشن للدومين نيم، يعني انت بتثبت لجوجل ان الدومين بتاع المتجر الالكتروني اللي انت حطيته في جوجل ميرشنت سنتر الدومين ده خاص بيك انت وانت ليك ملكيه للدومين ده. بعد كده هينطلب منك الشيبنج ميثود اند بوليسي، يعني التفاصيل بتاعه الشحن بتاعك، انت بتشحن بشكل مجاني، تكلفه الشحن، هتاخد وقت قد ايه علشان تبدا عمليه الشحن بتاعتك. كل التفاصيل دي هنشوفها مع بعض، وهنشوف برضو شويه تيبس اند تريكس كده عشان نخلي بعض العملاء بيسالوني بيكون عندهم نوعيه منتجات ما ينفعش فيها استبدال او ما ينفعش فيها استرجاع لطبيعه المنتجات، فبيتخيلوا ان هو ما يقدرش يعمل حملات جوجل شوبينج او ما يقدرش يعمل حساب اصلا على جوجل ميرشنت سنتر. فالكلام ده مش سليم. اهم حاجه ان سياسه الاسترجاع والاستبدال بتاعتك ايا كان التفاصيل بتاعتها لازم تكون موضحه بشكل مرتب جدا على المتجر الالكتروني بتاعك. بعد لما بتكمل الخطوات ديت الفريق بتاع جوجل بيبدا يراجع الكلام اللي انت حطيته ده ويعمل مطابقه معاه مع الصفحات اللي عندك الخاصه بسياسات الاستبدال والاسترجاع وسياسات الشحن، ولو الكلام كله مطابق لبعضه ان شاء الله بيقبل الحساب وبيقبل جوجل ميرشنت سنتر بتاعك. بعد كده هنبدا نحط الجزء اللي هو بتاع البرودكت فيد، لكن ده هنعمله بالتفصيل في فيديو تاني. اول خطوه معانا هنعمل بحث على جوجل ميرشنت سنتر ساين اب عشان نعمل حساب جديد في جوجل ميرشنت سنتر. هندوس على النتيجه الاولى، بعدين ندوس على ستارت ناو. هتبدا تظهر معانا كده شويه اسئله عشان جوجل يتعرف اكتر على البيزنس بتاعك. اول سؤال بيسالك هنا كده، هل انت بتبيع منتجات اونلاين؟ هيبقى طبعا السؤال الاجابه يس. وبعد كده هيطلب مننا الدومين نيم بتاع المتجر الالكتروني، فانا هنا حطيت الدومين نيم اهوت. بعدين بيسال هل انت دو هاف فيزيكال ستور، يعني هل انت عندك مقر فعلي بتبيع فيه على الارض؟ فطبعا احنا عشان بنبيع اونلاين بس فهنعمل نو. بعدين ندوس على كونتينيو. بيظهر معنا كده زي تعريف بيقول لك ان المنتجات بتاعتك ممكن تظهر قدام ملايين من البشر اللي بيدوروا على نوعيه المنتجات بتاعتك ديت. فهننزل تحت هنا كده وبعدين هندوس على Continue to Merchant Center. هيبدأ يطلب منك البيانات بتاعة البيزنس زي ما احنا كنا قلنا. البيانات اللي هتطلب مننا أول حاجة فيهم اللي هي البيانات بتاعة البيزنس، اسم المتجر الإلكتروني بتاعك. لو لاحظنا هنا كده لو عملنا بحث مثلا على تلفزيونات LG ديت نتائج اللي هي بتاعة الشوبينج، هنبقى شايفين كده ادي الصورة بتاعة المنتج وادي اسم المنتج وبعد كده السعر وبعد كده هيفن او هايفن ديت او اجهزتي، ده كده اسم البيزنس. فانت هتحط اسم المتجر الالكتروني بتاعك وبعد كده بتختار البلد. هنا كده موجودة مصر بشكل تلقائي عشان أنا موجود في مصر. هنا كده بيقول لك لو أنت عايز يبعت لك كده زي بيانات أو معلومات بشكل مخصص ليك عن الخدمة بتاعة جوجل ميرشنت سنتر، فدي مش هنعملها دلوقتي. هندوس على Continue to Merchant Center. هيسألك بعد كده على العنوان بتاع البيزنس بتاعك، يعني الشركة بتاعتك دي متسجلة فين، فهنملى البيانات دي كده بسرعة وبعدين ندوس على Continue. أنا كده كملت البيانات وبعدين ندوس على Continue. هنروح الخطوة اللي بعديها. الخطوة اللي بعد كده اللي هو التأكيد إن الدومين اللي هو اسمه برو فانلز ده الدومين ده انا اقدر اتحكم فيه او اقدر امانج الدومين ده. فهندوس على كونتينيو وهنشوف مع بعض ايه الطرق اللي انا اقدر اكد بيها ملكيتي للدومين. ندوس على كونتينيو. طيب انا مش عارف هو ليه رجعني الخطوه دي تاني. مفيش مشكله، بقول لك اختار الدول اللي انت عايز تبيع فيها. فانا هختار هنا كده مثلا مصر. طبعا انت تقدر تختار الدول اللي انت بتبيع فيها زي ما انت عايز يعني. هندوس تحت كده كونتينيو. الخطوه اللي بعد كده بيسالني ازاي هضيف المنتجات بتاعتي. زي ما كنا شرحنا في بدايه الفيديو ان احنا هنضيف المنتجات عن طريق حاجه اسمها جوجل فيد، لكن احنا مش هنعمل الخطوه دي دلوقتي، هنعملها في فيديو منفصل عشان هي فيها شويه تفاصيل كده. هننزل تحت هنا كده وهندوس على دو ات ليتر. الخطوه اللي بعد كده هيطلب منك تفاصيل الشحن. فاول نقطه بيقول لك لازم تعرف العملاء بتوعك يتوقعوا ان المنتجات اللي هم اشتروها ديت توصل لهم بعد قد ايه. وزي ما قلنا في بدايه الفيديو البيانات ديت البيانات اللي انت هتكتبها هنا لازم تكون مطابقه لسياسات الشحن اللي انت هتحطها في المتجر الالكتروني بتاعك. فانا نصيحه مني لو انت مثلا المنتجات انت عارف ان انت بتوصلها في خلال 3 ايام، قول ان المنتجات ديت بتوصل في خلال 5 ايام.
فلما العميل المنتج يوصل له بعد 3 ايام او 4 ايام، فهو يكون حاسس ان هو كده خد خدمه اكتر، وهيحس ان انت كده اهتميت بيه وبعت له المنتجات بدري شويه عن هو ما كان متوقع. والنقطه الثانيه اللي لازم توضحها هي التكلفه بتاعه الشحن دي هتكون عامله ازاي. هل انت هتعمل شحن موحد، هتعمل شحن مجاني، هتعمل شحن على حسب المحافظه اللي انت شغال فيها، وهكذا. فانا كده اختار ان الدوله بتاعتي هنا كده مصر، وبعد كده ندوس على كونتينيو. هتظهر معانا الصفحه ديت، فخلينا كده نشوف البيانات ديت نفهمها مع بعض واحده واحده. الاول بس كده احنا هنغير التايم زون ده، نختار المنطقه الزمنيه بتاعه مصر او القاهره. اول نقطه معانا اللي هي الاوردر كات اوف، ده معناها نقول مثلا موعد اغلاق استلام الطلبات. هندي مثال، لو انت حددت ان الوقت ده الساعه 2 مساء او الساعه 2 قبل صلاه العصر كده مثلا، يعني انت حددت ان ده موعد اغلاق الطلب. فاي طلب يجي قبل الساعه 2 هيتحسب كده ان الطلب ده هيتسجل في طلبات النهارده. لكن لو طلب جالك الساعة 3 أو بعد الساعة 2 من الساعة 3 الساعة 4 الساعة 5 مساء، فده كده تبدأ تعد، أو العميل يبدأ يعد من اليوم اللي بعده. يعني النهارده مثلا، النهارده يوم السبت أهو، أنا استلمت طلبات لغاية الساعة 1 بي إم، اللي هي 1 بعد الظهر. ده كده في طلبات السبت، لكن الطلبات اللي هتبدأ تيجي من 2 ونص 3 وأنت طالع، دي كده هتتحسب في طلبات يوم الحد. فخلينا كده نعملها مثلا على 3 أو 4 بي إم. أنت طبعا على حسب الشغل عندك في المخازن والاوبريشن عندك شغال ازاي بتحددها. الجزء اللي بعد كده اللي هو الهاندلنج تايم او مده تجهيز الطلب، وهي دي المده اللي انت بتاخدها من لحظه استلام الطلب لغايه لما تشحنه فعليا. يعني المده دي بتشمل التجهيز والتغليف والتسليم لشركه الشحن. فالموضوع ده لو بياخد منك يوم 2، انت بتحدد هنا على حسب الشغل بتاعك زي ما اتفقنا. فهنقول مثلا الموضوع ده بياخد منك هنا كده ايه، يومين. وبعد كده بتحدد الايام بتاعتك. الاختيارات هنا من الاثنين للجمعه زي بره، على اساس انهم بياخدوا السبت والحد اجازه. عكس عندنا هنا، انت ممكن تحدد كده الكاستم دايز اللي انت بتستلم فيها. فخلينا نقول مثلا اللي هو ايه، ماشي، خلينا بس نخلي الجمعه اجازه والسبت اجازه، ونشغلين حد اللي هو حد واثنين وثلاث لغايه ايه، لغايه يوم الجمعه. طبعا زي ما اتفقنا البيانات ديت انت بتحطها على حسب الشغل عندك عامل ازاي. بعد كده بتدوس سيف. الجزء اللي بعد كده اللي هو الهاندلنج تايم او مده تجهيز الطلب، ودي هي المدة اللي انت بتاخدها من لحظة استلام الطلب لغاية لما تشحنه فعليا. يعني المدة دي بتشمل التجهيز والتغليف لغاية التسليم لشركة الشحن. بعد كده بتحدد المينيمم دي والماكسيمم، يعني الحد الأدنى والحد الأقصى للمدة اللي هي بتاعت الهاندلنج تايم ديت. وبعد كده بتختار الأيام. هنا كده في حاجات موجودة بشكل افتراضي اللي هي من الاثنين للجمعة زي بره، على أساس إن هم بياخدوا السبت والحد أجازة. لكن أنت طبعا تقدر تختارها من كاستم دايز ديت. فخلينا هنا كده نقول ان احنا شغالين طول الاسبوع ما عدا يوم الجمعه، وبعد كده تعمل سيف. فلو نزلنا لتحت هنا كده هنلاقي ان جوجل الميرشنت سنتر بيحسبها ان انت كده بتحتاج من يوم الى يومين عشان التوصيل، لان احنا حاطين هنا بس كده الهاندلنج تايم من يوم الى يومين. الجزء اللي بعد كده اللي هو الترانزيت تايم، دي بقى مده الشحن نفسها. يعني دي المده اللي شركه الشحن بتاخدها لغايه لما توصل المنتج لغايه العميل. فخلينا نقول مثلا للتسهيل ان انت بتودي او بتوصل في كل المناطق. فللتسهيل خلينا نقول ان انت بتوصل لكل المناطق في خلال من يومين الى 3 ايام. فهنبص هنلاقي تحت كده ان التوتال ديليفري تايم هيتغير. فخلينا نختار هنا كده مثلا يومين، وهنا كده 3 ايام. هنبص نلاقي تحت هنا كده ان التوتال ديليفري تايم اصبح من 3 ل 5 ايام. لان انت لو حسبت كده المينيمم هنا والمينيمم هنا يبقى كده يوصل في 3 ايام، والحد الاقصى هنا 3 يومين و3 ايام، يبقى من 3 الى 5 ايام. فزي ما اتفقنا لازم كل الكلام ده يكون متوضح بالتفاصيل في المتجر الالكتروني بتاعك في الصفحه بتاعت سياسه الشحن. بعد كده هندوس على كونتينيو. هنلاقي الخطوه اللي بعد كده بيسالك على سعر الشحن بتاعك. فهنا العمله اللي احنا شغالين بيها الجنيه المصري. هنلاقي هنا كده في طرق كتيره او في اوبشنز كتيره للحسبه بتاعه الشحن. فهنا بيقول لك ان انت تعمل شحن مجاني لو قيمه الطلب بتوصل او بتعدي رقم معين. لو دوسنا هنا كده وقلنا مثلا ان قيمه الشحن او الشحن هيكون مجاني لو حد عمل طلبات فوق ال1000 جنيه. في اختيار تاني بتقول ان انت اصلا مش هتشحن المنتج ده لو هو اقل من رقم معين. يعني افترض ان انت عندك حسبه كده للاعلانات والشحن والمرتجعات والمصاريف اللي عندك كلها، فشايف ان لو حد طلب منك طلب في محافظه بعيده شويه والطلب ده اقل مثلا من 300 جنيه، فكده الطلب ده هيكون مخسر معاك. فانت تكون موضح ان الطلب لو اقل من 300 جنيه فانت اصلا مش هتشحن الطلب ده. تدوس هنا كده مثلا على الاوبشن ده، وبعد كده تختار ان الطلب اللي تحت 300 جنيه انت اصلا مش هتشحن الطلب ده. الاختيار اللي بعد كده اللي هو الفري شيبنج او اللي هو الشحن المجاني. فطبعا ده مفهوم ان انت بتعمل شحن مجاني على كل الطلبات وكل المنتجات. الفلات ريت ان انت بتحدد او بتوحد شحن كده لكل الطلبات في كل المحافظات. فعلى سبيل المثال انا هعمل شحن موحد لمصر مثلا ب 80 جنيه. اي طلب هتطلبه في اي منطقه الطلب ده بجنيه، ب 5000 جنيه، موجود في الصعيد، موجود في اسكندريه، هو الشحن بتاعه ب 80 جنيه. خلينا نشوف الاختيار اللي بعد كده اللي هو البرايس. ان انت بتحدد قيمه الشحن
على حسب قيمة الطلب. فلو نزلنا تحت هنا كده بيقول لك المنتج اللي هو من أول قرش لغاية 300 جنيه، وفي شوية اوبشن. الاوبشن الاولاني اللي هو بيقول لك ان انت اصلا مش هتشحن، لو من جنيه لغايه 300 جنيه، فانت مش هتشحن الطلب ده. الاوبشن التاني ان انت بتحدد فيكسد ريت، يعني والله انا من ال 300 جنيه دول والله انا هاخد مثلا، نفترض هاخد 50 جنيه على الطلب ده. خلينا نشوف الاوبشنز اللي بعد كده. والله هقول الطلبات اللي هي من جنيه لغايه 300 جنيه هتكون فري شيبنج، او هتكون انها نسبه من قيمه الطلب ده. لو اخترناها مثلا كده هنقول كل طلب من جنيه لغايه 300 جنيه، والله انا هاخد مثلا 5% شحن. وتقدر طبعا تحط رينج جديد لسعر المنتجات وطريقه الشحن بتاعته او تكلفه الشحن بتاعته. والله هتقول ان انا عايز اضيف اد برايس رينج، واقول ان انا مثلا من 300 جنيه لغايه مثلا 5000 جنيه هتكون التكلفه بتاعه الشحن. تختار بقى الاوبشنز اللي انت عايزها، فري شيبنج او تبقى نسبه برضو، بس تكون نسبه اقل او اكتر. طبعا دي على حسب التشغيل بتاعك وعلى حسب الاسعار بتاعتك. انا بس بفرجك على الاوبشنز المختلفه للتسعير بتاع الشحن. الطريقه اللي بعد كده لحسبه الشحن انها بتكون عن طريق الوزن. فلو دوسنا على الويت دي كده فبيقول لك ان انت الطريقه بتاعه الحسبه يعني بتكون كيلو جرامز او الباوندز. فاحنا هنا طبعا في مصر والوطن العربي بنستخدم الكيلو جرام. فهنقول كده ان احنا الكيلو جرام، وبعد كده تحدد والله من جرام لغايه مثلا لغايه نفترض 10 كيلو. هنقول ان الشحن بتاعه فري شيبنج، او ايا طبعا ايا كانت الاوبشن اللي انت عايز تختاره، سواء فيكسد ريت او نسبه من سعر المنتج، بتحطها هنا كده وبعدين تقول. فخلينا نقول ان احنا مثلا من جرام لغايه ال 10 كيلو الشحن هيكون مجاني. بعدين تحدد ان هو من ال 10 كيلو وانت طالع، والله التكلفه بتاعتي مثلا 50 جنيه. عايز تضيف برضو ايه رينج جديد، هتقول ان انت يعني ايه من 10 كيلو مثلا لغاية 20 كيلو الحسبة بتاعتنا مثلا زي ما قلنا 60 جنيه، وهكذا. بتبدأ انت تحدد الرينج بتاع وزن المنتجات بتاعتك والتسعير بتاع الشحن اللي انت ايه هتشتغل بيه. الطريقة اللي بعد كده اللي هو النمبر اوف ايتمز. الطريقة اللي بعد كده للحسبة بتاعة الشحن اللي هي النمبر اوف ايتمز او اللي هي عدد القطع. فبرضه تقدر تحددها كده لو انت نفترض ان انت مثلا بتبيع تيشيرتات او حاجات فيها يعني ايه عدد قطع يعني. فبتقول والله ان الشحن اللي هيشتري مثلا من قطعة لغاية 10 قطع انا هحسب مثلا فيكسد ريت. لو من 11 قطعه لغايه 20 قطعه والله هاخد مثلا فيكسد ريت او هاخد نسبه مئويه او هعمل شحن مجاني وهكذا. الطريقه اللي بعد كده اللي هي الطريقه المتقدمه شويه اللي هو ان انت بتحسب الشحن بتاعك بناء على عوامل مختلفه. فخلينا نبص فيها كده، بس خد بالك هو اصلا كاتب جنبها انكومون اللي هي مش الناس مش بتستخدمها بشكل كتير كبير يعني. اللي هو ان انت تحسب بقى اي حاجه على حسب مثلا الوزن بتاع المنتج وعلى حسب القطع بتاعته وعلى حسب المنطقه وعلى حسب السعر. فخلينا كده ايه نختار عشان بس تسهيلا للموضوع ان احنا شغالين فري شيبنج لكل المنتجات، وبعد كده ندوس على سيف. الخطوه اللي بعد كده بيطلب منك ان انت توضح للعملاء بتوعك الريتيرن بوليسي بتاعتك او سياسه الاسترجاع، وبتكون مقسومه على نقطتين: الريتيرن ويندو. والريتيرن ويندو دي ببساطه معناها المده الزمنيه اللي العميل مسموح له خلالها ان هو يرجع الطلب بعد ما استلمه. يعني مثلا لو انت قلت ان انت بتستبدل المنتج ده او بترجع المنتج ده خلال 14 يوم، فالعميل من ساعة ما استلم الطلب بتاعه معاه 14 يوم عشان يقدم طلب ان هو عايز يعمل استرجاع للمنتج بتاعه ده. النقطة اللي بعد كده اللي هي الريتيرن كوستس، يعني التكلفة بتاعة الارجاع ديت. ببساطة هي انت بتحدد فيها التكلفة بتاع الارجاع بتكون عليك ولا بتكون على العميل. وزي ما اتفقنا انت عايز تعملها مثلا ارجاع مجاني ماشي، عايز تعملها انها بتكلفة على العميل ماشي، انها بنفس تكلفة الشحن او نص تكلفة الشحن. المهم زي ما انت عايز تمشي البيزنس بتاعك لازم تكون البيانات ديت واضحة في الصفحة بتاعة سياسة الإرجاع على المتجر الإلكتروني. فاحنا هنا كده هندوس على كونتينيو. هيطلب مني هنا كده الصفحة بتاعة الريتيرن بوليسي على المتجر بتاعي، فهحط الصفحة بتاعتي هنا كده. هنلاقي الدولة هنا كده متحددة بشكل افتراضي مصر عشان احنا اخترنا الإعداد ده من الأول. بعد كده بتحدد الريتيرنز، يعني انت موافق العملاء يرجعوا لك منتجات شكلها عامل ازاي. الاختيار الاولاني ده معناه ان انت موافق ان العملاء يرجعوا منتجات معيبة او منتجات سليمة. المنتجات المعيبة طبعا بيكون مفهوم المنتج فيه عيب تصنيع او في حاجة مكسورة وصلته كده، فخلاص ده طبيعي ان انت تقبله. في ناس ممكن حد مثلا يكون غير رأيه، المنتج سليم وشغاله 100%، لكن هو العميل غير رأيه، فدي انت تحددها ان انت ده كده معناه ان اي حد استلم اي منتج سواء سليم او معيب فانت ممكن يرجع لك المنتج ده. الاوبشن التاني ده معناه ان انت موافق ان العملاء يرجعوا المنتجات المعيبة فقط. طبعا قلنا على حسب البيزنس بتاعك، والله انت موافق ان انت تدي ضمان للعميل بحيث طبعا مفهوم ان لو منتج فيه عيب صناعه او فيه حاجه مكسوره فطبيعي ان انت لازم تاخد المنتج ده. لكن انت عايز تطمن العميل بتاعك ان هو والله اشترى المنتج والمنتج سليم وشغال، بس ما كانش اللي في دماغه لكن المنتج سليم، فانت عايز تديله ضمان زياده ان هو ممكن يرجع المنتج ده مفيش مشكله.
وطبعا زي ما اتفقنا لو طبيعه المنتجات بتاعتك ما ينفعش اصلا فيها استرجاع، ممكن تحدد هنا كده ان انت ما بتقبلش اصلا استرجاع. طالما حددتها هنا وهتحددها في الصفحه بتاعه البوليسي اللي احنا حطيناها هنا، فما فيش اي مشكله. وبعدين هنا كده الاكستشينج اللي هو الاستبدال، يعني انت كده المنتجات دي كده رجعت لك، هل انت بتقبل الاستبدال ولا بترجع الفلوس، ولا الوضع عندك شكله عامل ازاي؟ فزي ما اتفقنا ايا كان السياسه اللي انت عايز تحددها، حددها هنا واكتبها بشكل واضح في الصفحه بتاعه البوليسي، وبعد كده الامور هتمشي تمام. فاحنا هنختار والله ان انا هستقبل بس المنتجات اللي فيها مشكله، وان انا ممكن استبدل، وبعد كده ندوس على نيكست. بيجيب لك هنا كده ملخص للبوليسي والكونتريز. فالدوله مصر، وبعد كده البوليسي موجوده في الرابط ده، انت اللي محدد ده طبعا. وان انت هنا كده بتقبل المنتجات المعيبه فقط، او بتستقبل ان العملاء يرجعوا لك المنتجات المعيبه فقط، وان انت بتقبل الاستبدال. عايز تعمل اديت ماشي، لكن لو كل حاجه تمام هتدوس هنا كده على اي كونفيرم عشان التاكيد، وبعدين تدوس على سيف. فبكده بنكون كملنا كل الخطوات اللي كانت مطلوبه. هتوصل للصفحه دي فبيقول لك ان انت كده عملت 5 خطوات من اصل 6 خطوات. الخطوه اللي فاضله اللي هي بتاعه البرودكت فيد، وطبعا قلنا دي هنعملها في فيديو منفصل. فخلينا ندوس هنا كده على كومبليت سيت اب ونشوف هيظهر لنا ايه. فعلشان نتاكد بس هي فعلا الجزء اللي فاضل ده، فعلشان نتاكد بس هي فعلا كده ال5 خطوات من 6 اكتملوا. الخطوه اللي فاضله اللي هي بتاعه البرودكت فيد، فدي هنعملها في فيديو منفصل، عشان زي ما قلنا فيها شويه تريكات كده، وبتختلف طبعا على حسب المتجر الالكتروني معمول على وو كوميرس ولا على شوبيفاي ولا على سله. فهنخلي الخطوه ديت لفيديو تاني ان شاء الله. فهننزل تحت هنا كده وندوس على دو ات ليتر. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده، اللي اتعرفنا فيه على جوجل ميرشنت سنتر، وازاي نعمل حساب في جوجل ميرشنت سنتر ونكمل كل البيانات المطلوبه بشكل سليم، عشان نضمن ان كل حاجه تكون شغاله مظبوط، وكل حاجه تكون ابروفد، وكل حاجه تكون مطابقه لجوجل ميرشنت سنتر والمتجر الالكتروني بتاعي. شكرا على المشاهده، ونراكم على خير. السلام عليكم.